وقومية ومذهبية وجعلها تتخطط باللاحل ضمن المنطقة. لقد قيم القائد مرحلة إبراني كمحمل نموذجي لإفساد الرقبة، فعزز أرضية نظرية لازمة من أجل ذلك، وطور جميع المقومات الفلسفية والعملية اللازمة لاستتاب السلام وتوفير شروط الحل السياسي الديمقراطي وخلق بدائل الحل. يبحث في التنوع والتعايش الطبيعي، فنظرية الأمة الديمقراطية تنظر إلى المجتمع على أنه عبارة عن كوكب، هذا الكوكب يتألف من تشكيلات مختلفة، وجميع هذه التشكيلات تكمل بعضها بعضا. فبشكل مختصر، إذا كان الكون عبارة عن حقيقة فلا يمكن لها أن تكتمل إلا بأزهارها ونباتاتها وأشجارها المختلفة. جميع هذه التشكيلات تكمل بعضها البعض، ونقصد في أي تشكيلة ما أو اختيار تشكيلة ما سيكون على حساب جمالية هذه الحقيقة وبهائها. المجتمع حسب نظرية الأمة الديمقراطية ترابط بين الكونية والانفرادية. الكونية بلا الانفرادية لا يمكن أن تكون، ولكل انفرادية خصائصها الذاتية. الأمة الديمقراطية هي المجتمع المشترك الذي يكونه الأفراد العقلية تركيبة جديدة وزبدة مركزة مستخلصة من جميع الحقائق والمقاومات ومن كافة الصياغات الكامنة في الأبواب الغائرة للتاريخ والمجتمع. كان من العقائد الإيمانية الإنثوية الأعرق قدما ومرورا بزرع التشريع ووصولا إلى الإسلام، كما يتوجب إدراكها وتبنيها وتطبيقها على أرض الواقع، حيث أن جميع التعاليم الميثولوجية والدينية والفلسفية القديمة وكافة الحقائق التي تسعى للاجتماع المعاصر في تعليمها، إضافة إلى كل ما تسعى الحقوق المقاومة والتمردات إلى آخرها من حقائق ذات الوجود، يجب ترتيبها بالذهن والجسد عملية إنشاء لفهم الأمة الديمقراطية وإدراك هذا المصطلح ينبغي أولاً إدراك حقيقة تاريخ المرأة والذي يمكننا من خلاله معرفة دورها في بناء هذه الأمة حتى نستطيع حل كافة الأزمات التي يمر بها العلم والعالم. وثانياً يجب العودة إلى الأمة الرابعة التي عاشت تحت ظل بناء الشعوب والمجتمعات واستيعاب قطاعات تلك الأنظمة المتشابهة. وحتى الآن في القرن الحادي والعشرين نجد أن الشعوب والمجتمعات قد وصلت إلى مرحلة عدم الاقتناع بالانسجام مع ما تدعيه الأنظمة فيما يتعلق بالمساواة والحرية والعدالة والديمقراطية بسبب عدم قدرتها على استيعاب الفئات المجتمعية ومعاداتها للتعددية. يتم تحويل المجتمع إلى مجتمع عقودي مسلوب من كافة حقوقه، كي أن بناء المجتمع الإنثوي أدى إلى خلق مجتمع عقودي هش لا يملك الإرادة ولا يستطيع الدفاع عن ذلك، ولكن لا يمكن قول أن هذه المجتمعات قد فقدت التغيير بشكل نهائي. فما نجده في يومنا الراهن من المقاومات الحقوقية للمرأة هي بالأساس تطبيق الأخلاقية المتطبيعة من المجتمع فقط. مفهوم الوطن مصروف في الأمة الديمقراطية. من ظهور مفهوم الوطن لدى الدولة القومية في أموره المقدسة وتسبيح كل شيء في حكم السلطة، قد ولد الحاجة إلى دولة مضادة لإقمار هذا الوطن والشعب من بلاطة التسلط والعبودية التي فرضتها الدولة القومية. فجاءت الأمة الديمقراطية التي تنظر نظرة مغايرة تماما إلى الوطن، حيث تمنحه قيمة سامية. تطبيق شبه الاستقلال الديمقراطي عن طريقين. الطريق الأول يعتمد الميثاق مع الدول القومية ويجدر تعديل الملموس في حل الدستور الديمقراطي. أول شرط في هذا المبدأ هو تخلي الدولة القومية الحاكمة عن شتى سياستها في الإنكار والإبادة، وتخلي الأمة المضطهدة أيضا عن فكرة بناء دولتها القومية الذاتية الخاصة بها. مرزوق كحكم سياسي بمنطقة الشرق الأوسط العيد الغني نشأ الدول الرأسمالية والدول المهيمنة تبقى لها السلطة على مبدأ فرق التسد وعلى مبدأ الفتن الطائفية اللي زرعتها بالشرق الأوسط. كانت أثبتت الأمة القومية أنها هي أمة أحادية وأمة ألغت الفكر الآخر، ألغت حرية التعبير، ألغت الإنسانية والكثير من الحقوق. وبالتالي نحن في قائد أممي ومفكر كبير تبنى أو كتب عن حل لمنطقة الشرق الأوسط. ومنطقة الشرق الأوسط اللي لها خصوصية جدا
جدا حساسة، لأنه منطقة الشرق الأوسط هي أرض خصبة ومنطقة فيها الثقافات المتعددة والشعوب المتعددة والإثنيات، بالتالي هي موزاييك بنشوف فيها الأتراك والعرب والكرد والفرس والأرمن وغيرهم من الشعوب والإثنيات. فهذه الخصوصية جعلت من هذه المنطقة أي حكم سياسي بشرية، وقتلت ليست الآلاف بل الملايين من البشر من أجل وصول شخص معين أو فئة معينة أو عائلة معينة إلى سدة الحكم. وحقيقة التاريخ مجدت هكذا شخصيات، نذكر منها حمورابي الذي قانونه أصبح دارجا، لا نستطيع أن نقول حتى الآن، ولكن قد درجت لمئات السنين، العين بالعين والسن بالسن. نيرون الذي أحرق روما، اسكندر المقدوني الذي بنى إهرامات من الجماجم الإنسانية، والكثير من الشخصيات. وانتهاء بالحرب العالمية الأولى والثانية التي قتل فيها أكثر من 100 مليون شخص. وفلسفة الدردي قدام مقاسة تناقضات الجيجيان كتو يعني إجمال بعض خدستي كتو شبه خدستي كتو شبالة خي زاروكي دستي كتو حتى نقو كهابي أصلي بهيرو حمل جين هذه تهجر عزاتي يعني تشتهى دي سريع جنين كنت بطابات يعني نهدي بيانوت جنين نزيدي نهدي كل وكا فيجن وكي جرعكي وكي فيجن جروسكي وحتى شاما ماشي بويت جروسكي يرو مخومازين كده يعني وكي يرو جنين هاي وكي حبالي بدي حمشي حاضر قل زور مزور دي تشج مرباط تشج نبات ذاك يعني هذا في حتى هذا كان مجد قال جين هنا نبا زور زحمة كذا قال جين هنا حتى هذا مشتني حتى هذا تجاوز كده قبل محسا لبرتيكن يعني لبرتي راني راسيا سرقة وراسيا كسرتين إيكو بيشنجي قبلهما بيشن لنخابر نأو يعني إنسان كي فذكر إنسان كي جو خستكلية أزالي إنسان كي جو وكبي عدالة يعني أبقى سنش لبرتي لها مفاعل حتى قاموا نجد قبل حد شيء يعني تجد حد شيء يعني سرقاتي بيجي كمان بس خصم زلنا هذي ودنا أو قال يمكن هذا لا ولي فالرجعة برد وكي ما تزال أخذ وكي ناس يعني نا أو ما الفكرة بي يرو وكي ما تكر والهذا حقي يعني فكرة سرقاتي يرو هذا حقي بالآخر إجبار ويك جهات كشبيه برسل كسر دستنادات وناخذ يعني سريع شيء بناخذ بالخبي تشبه بالجهان التباهية وكردستان الآني نابع دولة عربية تجي بريد جيرو تجي سر تجي للتك كذب إيرو نيامجن بيشتو كل صار جنه اللي بنت عبد إنسان إنه نابع زندان كذا يعني زور زحمتي يعني زندان كوكي زندان أمر اللي نابع عبيدة هذا كذا أبي ناس دار تشندري وسط بشحريجي سرقاتي لو نظرنا إلى طريقة اعتقال القائد عبد الله أوجلان لوجدناها يعني فعلا يمكن أن نطبق عليها نظرية المؤامرة. عدة دول في العالم دول رأسمالية تشترك، ودول العالم حتى دول أفريقية تشترك في اعتقال شخصية منتهكة بذلك كل القوانين الدولية، كل حقوق الإنسان في العالم، حتى طريقة الاعتقال. طبعا نحن نتذكر جميعا طريقة الاعتقال سببت صدمة لدى الشعب الكردي، لدى محبي ومؤيدي الحزب الذي كان يقوده السيد عبد الله أوجلان، لأنها لم تكن طريقة عادية، كانت طريقة بتخطيط وتدبير من المخابرات التركية وبمشاركة بمخابرات دول العالم كما ذكرت عبال أينور، إيطاليا، حتى كينيا، أعتقد هو تم تسليمه في كينيا، يونان، حتى النظام السوري. ليش ما عم نحكي صراحة، يعني النظام السوري هو الذي قام بتسليم السيد عبد الله أوجلان. الصناعية التي
تميز بين الجنسين إلا المرأة المستعبدة تكمن في مصدر الملكية، أي أن العبودية والملكية انتشرت من خلال المرأة في جميع الأرضيات الاجتماعية، فتعشعشت أفكار التراتبية والدولتية، ولم يكن الخاسر الوحيد هو المرأة بحسب، بل خسر المجتمع بأكمله. عدت حفن من القوى الهرمية والدولتية، وبينما تعزز الهرمية والتمييز الطبقي بشكل متداخل في المجتمع، فقد ترك التحيز الجندري والتميز الطبقي بصمته على كل المجالات الاجتماعية. تقريبا هكذا أدى العبور نحو حقبة المجتمعات الشكلية وتصعيد ظاهرة القمع والاستغلال من مجتمع إلى آخر. أما المدنيات الناشئة مع تطور المدن والطبقيات والدولة فأضافت الطابع العالمي على المشاكل وصيرتها نظاما سائدا. يمكننا تعريف جميع الأنظمة المدنية السائدة في العصور الأولى والوسطى بالتأسيس على القمع والاستغلال. أما الحداثة الرأسمالية باعتبارها آخر نظام للمدنية فأوصلت القمع والاستغلال إلى ذروته. لقد أفضت المشاكل الاجتماعية في كافة المراحل، مرحلة المدنية والدولتية عموما وفي مرحلة الحداثة الرأسمالية خصوصا إلى الأزمات واللجوء الفوضى الطويلة الأمد. أما المرحلة الرأسمالية المالية الذي يترك بصمته على الحداثة الرأسمالية في راهننا، وبخاصة بدأت من سبعينات القرن العشرين، فتعدت المرحلة التي تشهد أعمق وأشد أنواع الأزمات الاجتماعية المتواصلة. إن الأزمة البنيوية التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي في راهننا تنعكس على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى شكل الحرب التقسيمية الثالثة. وبالمقابل فإن صعود الأنظمة اليمنية في بقية أنحاء العالم يتجلى للاستغلال المتزايد وفي الهجمات الممنهجة على الديمقراطية والحريات المنتزعة بالنظام. هذا وتجسد النتائج المباشرة للنظام الرأسمالي العالمي في الحروب المتزايدة، النزاعات الميليتارية، الأنظمة المعادية للديمقراطية، الانقلابات الفاشية، سياسة الهجرة والتهجير القسري، الوفيات، كوارث المناخ، إبادة الطبيعة، هجمات الإبادة الجماعية، الفقر والعنف. فاليوم هناك حوالي 83 مليون شخص مهجرون ويعيشون كلاجئين، ويعيش عشر سكان العالم في فقر مدقع وجوع مفرط. إن حقبة الأنظمة المهيمنة الذي يتسبب الأزمات الدائمة، إنما تطال النساء في راهننا أكثر من غيرهن. بالأصل الحداثة الرأسمالية تشكل أكثر مرحلة تاريخية للمدنية التي تتعرض النساء للاستغلال بكثافة، ولكن من أعظم الأهمية بالنسبة لنا أن نحلل بعمق المستوى التي وصلت إليه ظواهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعداء النساء وإبادة النساء، وذلك أن النظام الذكوري المهيمن قد حشد كل الوسائل والفرص المتاحة له على أساس العداء للنساء. إلى جانب ذلك تم الهجوم الممنهج للغاية على الحقوق النسائية المكتسبة في جميع أنحاء العالم. فمقابل مبدأ المساواة بين الجنسين تظهر أمامنا في مناطق مختلفة من العالم حركات تحاول حصر دور المرأة في الأمومة والزيجة، أي في وجودها البيولوجي متعدد، معتمدة نفس الحجج والذرائع على رغم اختلاف الأقنعة. فانسحاب الدولة التركية من اتفاقية اسطنبول ويليها بلوندا القائمة بذلك أيضا، وعداء المرأة لدى التيارات المقتنعة بالدين في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية إنما يستند إلى نفس العملية، وعليها فإن الإيديولوجيات الرئيسية للحداثة الرأسمالية أي التمييز القائم على النوع الاجتماعي، التطرف القومي، التعصب الديني والعلماني تعمل في وئام وتكمل بعضها البعض. فإن النظام الرجولي المهيمن الذي يشعر بأنه بوجوده تهدد مخاطر وجوده، لذلك يشن بالمقابل حربا عدوانية شاملة ضد النساء من ناحية أخرى. فإن حالة الأزمة الدنيوية التي يعانيها تقضي